خلاص يا ريماس والله ما هتأخر. ريماس يا ريماس والله ما هتأخر. ده يحيى قول لها حاجة. قول لها حاجة. قول لها يا يوسف قول لها حاجة. خلاص والله ما هتأخر. انا حلفت بالله والله ما هتأخر. طب اقول لك حاجة، والله ما هتأخر عشانك انت. خلاص بقى والله ما هتأخر عشانك انت. محمد رايح للسعودية وخلاص هيعمل عمرة رمضان هناك وهيتجوز، وعرفنا العروسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا يا جماعة ما شاء الله ريماس متعلقة قوي بخالها محمد، ربنا يحميه لها يا رب ويفرحها. بتحبه قوي ودايما تعيط لما يسيبها ويمشي، بس هي اكيد ده طبعا شغل وكده، لان هو دايما يقول ان هو وراه حاجة مهمة جدا وهيسافر ليها. كان بيقول ان هو مش هيروح السعودية وبس، في ناس كتير قالت في التعليقات ان هو رايح السعودية خلاص، وان هو كمان خطب، وكمان قال ان انا هقول لكم حاجة تفرحكم قريب. فيا ترى هيكون ايه اللي هيفرحنا؟ الناس كلها نفسها تفرح بك يا محمد، فاكيد هي العروسة، ربنا يفرحك يا رب. هنا بقى كان بيصور المضيفات في الطيارة، والطيارة يعني ما شاء الله جميلة ومنظمة جدا، اسمها طيران اريبيا. فكمان ان هما ناس كمان حطوا صورة العروسة، فاكيد هو مش هيحط صورة العروسة دلوقتي، بس في ناس كتير طلبت منه ان هو خطب او اتجوز او ارتبط يعني ما يحطش صورة العروسة عشان ربنا يتمم له على خير، لانه هو كان في الاول بيقول على موضوع ميرفت وكده، فايه الموضوع اتفسخ يعني، فايه فيعني داروا على قضاء حوائجكم بالكتمان. فالف الف مبروك يا محمد وربنا يسعدك. بس هو كان بيقول ان هو هيروح اوروبا، مش اي دولة عربية، لا السعودية ولا قطر ولا تركيا ولا كده. بس هنشوف بقى، هو بيشوقنا دايما، احنا متعودين منك على التشويق يا محمد. وصلت الحمد لله يا احسن ناس في الدنيا دي كلها، يا امبراطورية ملهاش حل وملهاش مثيل. شكرا لكل اللي دعالي، شكرا لله اللي توصل بالسلامة، شكرا لله الحمد لله على السلامة، وربنا يا رب يفرحكم، وان شاء الله امسككم معايا